السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم يا حبايبنا في مطبخ رودي يا زومة مراكبية. أتمنى إن انتوا تكونوا بخير النهاردة وأيامكم كلها خير وسعادة عليكم وعلى ولادكم، وأتمنى كمان إن فيديوهاتي تكون عاجباكم. عشان ما نضيعش وقتكم، هنعمل النهاردة نتكلم هنعمل إيه. هنعمل النهاردة شوية قراقيش حلوين قوي يستاهلوا بقكم. إن شاء الله يعجبوكم. هنبتدي نقول نسمي بالله كده ونقول مقاديرنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا زي ما انتم شايفين حوالي 2 كيلو منخولين، دقيق منخول، 2 كيلو دقيق منخول. معانا كمان هنا كوبايتين من اللبن، كوبايتين من الزيت، كوبايتين من السمنة، بس لسه هنعاير السمنة، يعني كوبايتين زيت وكوبايتين لبن وكوبايتين سمنة. معايا هنا حوالي كوباية من السكر زي ما انتم شايفين كده. معانا هنا يعني نص كوباية كمون مجروشة، ونص كوباية شمر وينسون مجروشين برضو، يعني نص كوباية شمر وينسون ونص كوباية كمون، الاتنين مجروشين كده، نص طحنة كده. معانا كمان كمية من السمسم، حوالي كوباية من السمسم. معايا للوجه بضاية، ومعايا كمان البضاية دي هنحط عليها معلقتين من اللبن، ومعايا كمان زي ما انتم شايفين معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. دي كل مكوناتنا. وطبعا ما ننساش ذرة الملح. هنبتدي نشوف هنعمل ايه وهنحط ايه على ايه عشان تطلع حاجتنا كده حلوة ونسمي بالله واحنا بنعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنحطها ذرة الملح، زي ما انتم شايفين كده حطينا ذرة من الملح مش كتير. هنحط المكونات بتاعتنا الجافة كلها على بعضها عشان نبس العجينة بتاعتنا كده. هنسمي بالله الأول، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبتدي نحط السكر أول حاجة. هنبتدي نحط السمسم بتاعنا، كمية كده من السمسم حلوة. هنبتدي نحط الكمون، هنبتدي نحط الشمر واليانسون، هنبتدي نحط الخميرة بتاعتنا. كل ده زي ما انتم شايفين كده على بعضه، وهنديله تقليبة. تعالوا بقى نجيب معلقة كبيرة كده عشان نديله بيها تقليبة حلوة. زي ما انتم شايفين كده حطينا الحاجات المكونات الجافة كلها مع بعض. هنديها بقى تقليبة عشان مكوناتنا كده تختلط ببعضيها كلها، تقليبة كده كويسة. الله، الريحة بتاعت الشمر واليانسون والكمون ريحتها حلوة قوي. اي حاجة حلوة لازم نقول الله، جميلة الريحة جميلة. كده خلطنا المقادير بتاعتنا كلها. اول حاجة هنحطها السمنة بتاعتنا اللي هم اتفقنا، ال3 كوبايات سمنة او كوبايتين سمنة حسب ما انتوا عايزين، بس انا هكتر شوية اخليهم 3 عشان مش عايزة القراقيش بتاعتي تكون ناشفة قوي. يعني هحط 3 والمفروض 2، بس انا هحط 3. المفروض لكل كيلو كوباية سمنة وكوباية زيت، بس انا في ال2 كيلو دول هحط لهم 3 كوبايات، ما يعادل نص كيلو من السمنة، عليهم كوبايتين زيت. هنسمي بالله كده بقى. اول حاجة طبعا محضرين مية دافية. اول حاجة هنحطها السمنة بتاعتنا. هنحط السمنة كده ونرجع لكم تاني. السمنة بتاعتنا، السمنة تكون دافية. هنبتدي نعمل ايه؟ نبس العجين بتاعنا. نبسه يعني ايه؟ يعني ندخل السمنة زي ما انتم شايفين كده في قلب الدقيق. هنبتدي كمان نحط الزيت عشان نبس مرة واحدة قبل ما نضيف اي حاجة تانية. هنبتدي كده نحط الزيت بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده حطينا الزيت كمان. هنبتدي بقى نبس كده براحتنا لغايه ما نحس ان ما عادش فيه دقيق، كله مختلط ببعضه بالزيت والسمنه. وهنعمله شويه بقى ونرجع لكم تاني. شايفين يا بناتنا بسينا كده الدقيق بتاعنا بقى عامل زي حبيبات الرمل زي ما انتم شايفين. دخلنا
الدقيق والسمنه وبقيه المكونات والزيت في قلب بعضهم، تحسوا ان هو عامل زي الرملي كده. هنبتدي اول حاجه نعمل ايه، هنحط كوبايتين اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا طبعا ميه دافيه تكون جاهزه، اللبن كمان يكون دافي. هنبتدي بقى نسمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. هندخل كده اللبن ونعجن. خلاص خلصنا العجينه بتاعتنا. قعدنا نعجن فيها حوالي 10 دقايق. زي ما انتم شايفين كده عجينه طريه عامله زي الملبن، بس ما بتمسكش في الايد، والايد نظيفه بعد العجن زي ما انتم شايفين كده. المفروض ان احنا بنسيبها تستريح ربع ساعه اول ما نحضر السجان بتاعتنا، ونرجع بقى نشتغل فيها نوريكم احنا هنعمل ايه بالظبط. شايفين كده يا بناتنا العجين بتاعنا خلاص ريح، خد له حوالي ربع ساعه او تلت ساعه يريح كده، وابتدى يخمر. بس انا بحب اخمره مره واحده، يعني بشكله واسيبه يخمر في الصاج عشان ما اقعدش انقل تاني. زي ما انتم شايفين كده خدنا قطعه عجينه وبنعملها كده طويله، وطبعا بنبططها كده علشان تطلع لنا الصوابع بتاعه القراقيش. عجينه جميله عامله زي الملبن بالظبط. بسم الله ما شاء الله عليها. زي ما انتم شايفين كده عملناها كده. هنبتدي ان احنا نشكلها. محضرين طبعا صاج وفيه زيت. هنبتدي نعمل كده. لو شايفين القطعه مثلا طويله ممكن ناخد منها قطعه كده تبقى بالمنظر ده. التشكيل ده بيبقى في ايديكم انتوا. هنعمل كده. هنبتدي بقى نحط في الصاج دلوقتي. طبعا الصاج زي ما قلت لكم دهنينه زيت. نبتدي نرص بقى. هنملى الصاج بقى ونرجع لكم تاني نشوف عملنا ايه في الصاج كده زي ما انتم شايفين، ونحاول نسيب مسافات. هنملى الصاج بتاعنا ونوريه لكم بقى بعد ما يتملي كده ونشوف هنعمل فيه ايه. رصينا الصاج بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. هنبتدي نعمل ايه. هنبتدي طبعا الاول يعني هنسيبه يخمر شويه، وبعد كده هندهنه دهنه بيض على لبن. هنجيب بيضايه نحط عليها معلقتين لبن وندهن الوش بتاعنا وندخله الفرن. احنا ورجعنا لكم تاني يا بناتنا ويا حبايبنا بعد القراقيش بتاعتنا ما خلصت. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. طلعوا في وش العدو 5 سجان. 5 سجان دول 4 وفي واحد لسه في الفرن. عملنا كله ساده زي ما قلت لكم ما عدا يعني الصاج ده حطيت له سمسم، قلنا بس ايه نزوقه كده شويه. وزي ما انتم شايفين كده القراقيش بتاعتنا. عايزه اوريكم كده واحده، وممكن ناخد واحده من الصاج دوت. عاوزه اوريكم التسويه شكلها ايه زي ما انتم شايفين. بصوا الجمال. عايزه كمان يعني اوريكم واحده من جوه عامله ازاي، مفتحه وشكلها عامل ازاي. بصوا الجمال. بس طبعا عشان هي لسه طالعه المفروض ان هي تبرد شويه النهارده. يعني كان الفيديو بتاعنا القراقيش قلنا كده نعمل بركه في البيت كده ونعمل شويه قراقيش. وده كان الفيديو بتاعنا. يا رب يعجبكم النهارده وينور رضاكم. مع تحيات مطبخ رودي عزومه مراكبيه. ما تنسونيش بقى في الاشتراكات واللايكات، وشكرا ليكم.